واحدة بعتة بتقولي جوزي اتجوز عليا عشان بيطلع لي شعر زيادة في جسمي. ايوه ده اللي حصل. جوزها اتجوز عليها لان بيطلع لها شعر في اماكن كتير جدا، في وشها وفي رجليها وفي اماكن تانية كتير، وبيطلع لها بشكل كثيف. بتقولي عملت تحاليل وطلع عندي هرمون الاستسترون اعلى بكتير جدا من المعدل الطبيعي، فده بيخلي طول الوقت عندي شعر في كل جسمي وشعر غزير جدا، حتى في وشي باين وفي رجلي وصوابع رجلي وصوابع ايدي، لدرجة ان انا نفسي كست كنت بتضايق من نفسي وبعمل كل الطرق. لجأت لكل الطرق الحديثة زي الليزر وغيره، لكن أنا من كتر كثافة الشعر الموضوع ما بيروحش بسهولة، يمكن قل شوية لكن ما اختفاش. جوزي ما كانش عارف ده في الخطوبة أو ما كانش مركز قوي معايا، لأن كان مسافر بره ويا دوبك جه اتجوزنا في شهرين بالظبط. بعد الجواز كانت حياتنا عادية جدا لمدة سنة. قعد يسألني كتير ويقول لي انت ليه بيحصل لك كده، هو ليه النهارده الموضوع زايد كده، ده انا امي خدت بالها، ده انا اختي خدت بالها. كنت برد واقول له هم ليه بياخدوا بالهم مني، ليه مركزين معايا، وكانت تقلب خناقه وكانت الدنيا تتقلب بيني وبينه، ويرجع طبعا يراضيني ويقول لي ما تزعليش انا عايزك في احسن صوره. لدرجه ان بعد سنه من الجواز بقى يقول لي بلاش تيجي معايا عند امي ولا اختي، فاقول له خلاص هتروح لوحدك، يقول لها بلاش عشان هم بياخدوا بالهم من الموضوع ده ويرجعوا يقولوا لي، وانا لما اقول لك انت بتتضايقي خليني اروح لوحدي عشان ارجع وما يحصلش مشاكل. بتقول لي بقيت بقول خلاص هعمل ايه نصيبي. قلت له روح، انا كمان زي ما هم مش عايزيني انا مش عايزاهم ومش عايزه اجي معاك. وعشت وتأقلمت لحد ما ربنا رزقني منه بولد وبنت. عشت معاه 4 سنين. في ال4 سنين كان معدل انه بيقرب مني بيقل، يعني اول سنه كان بيقرب مني، تاني سنه قل، تالت سنه قل، رابع سنه تقريبا ما بقاش يجي جنبي تماما. رغم ان طول الوقت بحاول اجاهد في نفسي عشان اظهر باحسن صوره، واحط ميك اب واسال عن الحاجات الحديثه وايه اللي بيرطب الوش وايه إيه اللي يتحط على الشعر يخليه افضل. طول الوقت واخده بالي من وزني جدا عشان جسمي ما يتخنش، لكن الموضوع ده ما بقتش لاقيه له حل، لان حتى كل الطرق الحديثه واللي العلم وصل لها معايا انا ما عملتش مفعول. ما زلت لسه بيطلع لي شعر في اماكن في وشي بتخليني اشبه بالرجاله، والموضوع بيبقى ملفت جدا خاصه عند الحاجب والشارب. ما بقتش عارفه اعمل ايه، وهو طول الوقت بقى علاقته بيا رسميه جدا، الولاد عملوا ايه، حصل لهم ايه، محتاجه ايه. جيت في الفتره الاخيره قلت له هو ايه اللي جرالك، احنا فين علاقتنا من بعض، انا كست فين حقي عليك. لقيته ضحك وقال لي ست معلش. قلت له يعني ايه ست معلش، انت ليه بتتكلم كده. قال لي ما تزعليش مني، انا في عيني مش شايفك ست. حصلت بينا خناقه، وقرر ان بعديها ان هو ما يجيش جنبي، وقال لي معلش ما تكلفنيش فوق طاقتي، انا ما بقدرش اجي جنبك. قلت له يعني ده اللي انت عايز تقوله واخر كلام عندك. قال لي ده اخر كلام عندي، ولما اقدر اعمل كده هتلاقيني من نفسي جاي. قالت لي طبعا كرامتي ما سمحتليش ان انا اتكلم اكتر من كده، وكنت قلت خلاص اتطلق وانفصل، بس بصيت على عيالي لقيتهم متعلقين بيه جدا وما اقدرش ان انا اظلم عيالي. سكت، وبقى هو في حاله وانا في حالي، لدرجه اني كنت باخد بعضي وببات عند ولادي في اوضتهم. الموضوع عدى لحد بعد سنه اكتشفت انه اتجوز عليها، واكتشفت انه متجوز بقاله 5 شهور ومش قايل لها. طبعا اول ما عرفت اتصدمت زي اي ست، عيطت وانهارت وصوتت، واول ما جه قالت له ليه عملت فيا كده، انا مقصره معاك في ايه. وكان رده انا قلت لك قبل كده ان انا مش شايفك ست، ومن حق ان انا اتجوز، لان من حق ان انا اعمل علاقه مع زوجه، وانا مش قادره اقرب منك لاني بقرف منك وبقرف من الشعر اللي في جسمك، وما اقدرش اتجوزك او عاشرك وانت بالطريقه دي. فيا بنت الناس انا هعملك بما يرضي الله، لان مش ذنبك اللي بيحصل لك، وعشان خاطر ولادي وانت امهم فمعاملتك الطيبه على عيني وعلى راسي، مصاريفك وحاجتك، وهاجي وهعدل بينكم في كل شيء الا علاقتي بيكي، لان ربنا ما بيكلفش حد فوق طاقته. ومراتي الجديده انا حاببها ومبسوط معاها، جوازتي منها جوازه طبيعيه جدا، وباذن الله كمان هخلف منها عشان تكوني عايزه وعشان تكوني عارفه. ولو حابه تنفصلي انا مش هقولك لا، وبرضه مصاريف ولادك مش هأثر فيها، ولكن لو حابه تعيشي عشان خاطر ولادك والشكل الاجتماعي فانا هحترم ده فيكي جدا، وهجيلكوا يوم هنا ويوم هنا. وبتقول لي هو سايب لي حريه الاختيار. انا منهارة ومش عارفة اعمل ايه، بقيت كارهة شكلي وبقيتش حابة ابص في المراية، ما بقاش عندي ثقة في نفسي.